السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيوب مخيمش، مواطن مغربي حامل البطاقة الوطنية. تعرضت لواحد الاعتداء يوم 31 شهر 8 من طرف الأمن في ميناء أنطان. استهدفت لما نعرف علاش. السيد كنت واقف أنا كنتسنى واحد صاحبي، إلين تسلط عليا واحد ضابط دفعني قال لي من هون. قلت له انا كنحاني واحد السيد صاحبي، هو يسبني، سب لي امي. قلت له ما تسب لي امي. اللحظه اللي قلت له ما تسب لي امي هو شنقني بدا كيضرب فيا، ما عرفتش شنو السبب. بدا كيضرب واحد شويه، جاو واحد جوج شرطيين معاه، واحد لاح عليا قجني، واحد لاح لي المينوط، طيحوني قجوني حتى طحت. واحد شويه نط بداو كيضربو، كنقولهم بغيت نعرف علاش كنوكل انا فهاد العصا هادي، موالي شنو داير انايا باش نوكل هاد العصا هادي. تعرضت للضرب، راه عينيا كانت عيني ودنيا كاع كليت العصا، قجا الاثر ديال القج. راهي التصويرة تصاور عندي. مهم انا بحري، راه عندي الدفتر البحري ديالي، انا راني بحري وكنزاول المهنة ديال البيع والشراء في السمك. المهم كندخل المرسى كل مرة والحمد لله ما كيخصنا خير، كنكسبو مكسب ديالنا الحلال. نهار 31 معرفتش بحالاش تعرضت لهاد الاعتداء، راهي اثر ديال البروتكان ديالهم. انا بغيت نعرف غير السبب علاش يتقطعوا لي لباسي فوق جلدي ونشبع ضرب والاعتداء على الجسدي والسب والشتم. راهي لابيلانس فاش هزتني، التصويرة ديال لابيلانس فاش هزتني، راهي الوثيقة باش هزوني لابيلانس جوج مرات. المرة الأولى فاش كليت العصا، والمرة الثانية كنت سخفت، وقع لي واحد ما عرف بحالاش طحت سخفت فاش هزتني لابيلانس، ومشيت للسبيطار تعالجت، تلقيت الاستشفاء. غير شنو نقول له، خلصت على حساس باش نشد الشهادة الطبية، غير ما تعطات لي فاك النهار الأطباء هادو. ما فهمتش انا هادشي اللي وقع ليا بحالاش. المهم الشكاية ديالي راني درتها، حطيت عند وكيل الملك، السيد وكيل الملك، حطيت عند السيد وكيل الملك بمدينة طنطان، حطيت الشكاية ديالي. هاد الاعتداء بغيت نعرف انا السبب ديال هاد العصا. انا كمواطن مغربي كنحسب راسي من الشعب نتعرض لهاد الضرب والجرح والسب والشتم والتهديد بالاغتصاب من طرف هاد المشتكى بهم. بغيت نعرف شنو السبب. كامل يوم 31 نهار كامل من سابق العصر الى الليل وانا كنوكل في الدق. شنو السبب هذا؟ والهاتف ديالي راه دريك عندهم، تم اخذ الهاتف ديالي بدون سند قانوني، خصهم باش يدولي تليفوني من جيبي ويدولي تليفوني ويتعداو عليا بهذا الاعتداء كامل. بغيت نعرف شنو السبب. من بعد مني ضربوني امام الملأ في المرصى، تم اغتيالي الى مفوضية الشرطة عند الباب ديال المرصى، ويتنعقل فيك استافيت ديال القوات المساعدة بحضور عون السلطة الشيخ ديال الميناء. طلعوني فيك استافيت. منين دخلت للمفوضية ديال الشرطة كلشي كيضرب، ومضيت واحد المحضر اللي ما كنطلب على المحتوى ديالو، ما خلاني نقرا المحتوى ديالو، وبداو كيخبطوا. كنقولو بغيت نقرا غير المحتوى، يقول لي لا ما تقراه، كيخبط ويسب مولي. انا نخجل كاع نقول هاك الكلام اللي كانوا يقولوا.
أيوة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ديت طبية فيها 20 يوم، وأنا مازلت نستعمل العكاز لحد الساعة، وقراعي مازلت كتوجعني، مازال عندي شي أضرار في الراس من أثر الضرب اللي تعرضت ليه من طرف الناس هادو. الضرب على مستوى الرأس والعنق، راهي أثار ديال القج، راهو النفس، راهو الثوني اللي لابس هو هذا، راهو كاملو تقطع عليا التوني هذا كامل، نفس التوني. وتعزية خالصة من القلب الخالص للناس اللي ماتوا، الأقارب ديالهم والأهل ديالهم في الزلزال. لا إله إلا الله، قدر الله ما شاء فعل. الله يعوضهم مساكن غير المساكن اللي يسكنوا فيها، ونتمناهم الله يعود المغرب ديالنا أفضل، وبلادنا تعود زينة. الحمد لله والشكر لله، مولانا كبير.